في عام 1910 كان مرض السل القاتل الصامت ينتشر في كل مكان. فتحت أبواب مصحة ويفرلي هيلز في مقاطعة جيفرسون، كنتاكي. اعتبرها الناس منارة أمل، حيث قدمت فرصة للعلاج. وقف المبنى شامخاً على قمة تل يطل على الريف المترامي الأطراف. لكن لم يكن أحد يعلم أن الظلام يكمن في الداخل. نمت المصحة بسرعة، ووصل المزيد والمزيد من المرضى متلهفين للعلاج. عمل الموظفون بلا كلل، وحاربوا المرض القاتل بكل علاج متاح. لكن مرض السل كان لا يرحم، حيث حصد الأرواح الواحدة تلو الأخرى داخل جدران المصحة. بدأ الشعور باليأس يخيم على ويفرلي هيلز، ومع ارتفاع عدد الوفيات بدأت تنتشر همسات عن أحداث غريبة. تحدث المرضى عن ظهور أشباح في الممرات وبقع باردة وأصوات غامضة. تجاهل الموظفون هذه القصص على أنها مجرد هذيان المرضى، لكن في أعماقهم زرعت بذرة من القلق. كانت ويفرلي هيلز تتحول، وأصبحت أكثر من مجرد مكان للشفاء، بل أصبحت بيتاً للرعب. مرت السنوات، واستمر عدد الوفيات في ويفرلي هيلز في الارتفاع. أصبحت المصحة معروفة بأنها مكاناً للحزن واليأس. ازدادت الأجواء داخل جدرانها ثقلاً، وشعر المرضى والموظفون على حد سواء بضغط نفسي رهيب. كان الخوف ملموساً، وازدادت همسات الأشباح ارتفاعاً. ادعى المرضى الذين أنهكهم المرض أنهم يرون أشباح أولئك الذين استسلموا للمرض. قالوا إن هذه الأشباح كانت تتسكع في غرفهم في الليل. أصبحت البقع الباردة التي تم تجاهلها في السابق على أنها مجرد تيارات هوائية أكثر وضوحاً. أقسم البعض أنهم شعروا بأيادي غير مرئية تلمسهم في الظلام. من أشهر أساطير ويفرلي هيلز قصة الجدران الهامسة. ادعى المرضى أن الجدران نفسها كانت تتحدث إليهم. كانوا يسمعون أسماءهم تنادى في ظلمة الليل. كانت الأصوات خافتة، مثل الهمسات في مهب الريح. يقول البعض إن هذه الأصوات هي أرواح المرضى السابقين المحاصرين داخل جدران المصحة، والذين يتوقون للسلام. ويعتقد البعض الآخر أن الأصوات هي مظهر من مظاهر تاريخ المبنى المظلم والمعاناة والموت الذين تغلغلا في الطوب والملاط. مهما كان مصدرها، أصبحت الجدران الهامسة في ويفرلي هيلز مادة للأساطير، وهي بمثابة تذكير مخيف بماضي المبنى المسكون. من بين الغرف العديدة داخل ويفرلي هيلز، لا توجد غرفة تحمل نفس السمعة الشريرة مثل الغرفة رقم 502. يقال إنها نقطة مركزية للنشاط الخارق للطبيعة، ومكان رقيق الحجاب بين الأحياء والأموات. تقول الأسطورة إن ممرضة دفعتها أهوال ما شاهدته إلى الجنون انتحرت في الغرفة رقم 502. يقول البعض إنها شنقت نفسها من مروحة السقف، بينما يدعي آخرون أنها قفزت من النافذة. مهما كانت الحقيقة، يقال إن وجودها لا يزال باقيا في الغرفة حتى يومنا هذا. أبلغ زوار الغرفة رقم 502 عن مجموعة من الظواهر المقلقة. البقع الباردة والأصوات الغامضة والشعور بالمراقبة هي أمور شائعة. يدعي البعض أنهم رأوا أشباحا، وهناك تقارير عن اتصال جسدي من قبل كيانات غير مرئية. القسم الخامس: مزلقة الجثث، حقيقة قاتمة. مع ارتفاع عدد الوفيات في ويفرلي هيلز، والموظفون مهمة قاتمة: التخلص من الجثث. وللحفاظ على مظهر النظام ومنع انتشار المرض، قاموا ببناء حل مرعب: مزلقة الجثث. هذا النفق تحت الأرض الذي يمتد حوالي 500 قدم يربط المصحة بقاعدة التل. وضعت الجثث الملفوفة في أغطية على عربات وأرسلت إلى أسفل المزلقة. كان الموظفون يأملون في حماية المرضى من التذكير المستمر بالموت. سرعان ما أصبحت مزلقة الجثث مصدرا للرعب والخوف. همس المرضى الذين يعانون بالفعل من احتمال وفاتهم عن نفق الموت، كانوا يخشون أن مصيرهم ينتظرهم في أسفله. والحقيقة المرعبة هي أن هذا كان مصير الكثيرين منهم.
القسم السادس: تحول فاشل. مع ظهور المضادات الحيوية تم السيطرة على مرض السل أخيراً. في عام 1961 أغلقت مصحة بيفرلي هيلز أبوابها. ظل المبنى فارغاً كتذكير مؤلم بماضيه المأساوي. في السنوات التي تلت ذلك كانت هناك محاولات لإعادة توظيف المبنى، فقد خدم لفترة وجيزة كدار رعاية المسنين وملجأ ديني، لكن هذه المشاريع لم تدم طويلاً. أثبت الظلام الذي تغلغل في أساسات بيفرلي هيلز أنه أقوى من أن يتم التغلب عليه. أبلغ الموظفون والسكان عن نفس الظواهر المرعبة كما كان من قبل: همسات في الجدران، وبقع باردة، وأشباح. أصبح من الواضح أن بيفرلي هيلز لم يكن من المفترض أن يكون مكاناً للشفاء أو السلام، بل كان مكاناً يسود فيه الظلام. القسم السابع: ساحة للخوارق. انتشرت أخبار سمعة بيفرلي هيلز المسكونة. توافد محقق الخوارق ومحب الإثارة إلى الموقع. جاءوا بحثاً عن أدلة على ما وراء الطبيعة، منجذبين إلى سحر المبنى المظلم. أجريت تحقيقات لا حصر لها داخل جدران المصحة المتهالكة. تم استخدام تسجيلات EVP والتصوير الحراري وأجهزة الكشف عن المجال الكهرومغناطيسي في محاولة لالتقاط أدلة على الخوارق. كانت النتائج مقنعة ومخيفة على حد سواء. أصوات غير مفسرة، وخطوات أقدام غامضة، وأشكال شبحية تم التقاطها بالكاميرا غذت أسطورة بيفرلي هيلز. أصبحت المصحة عنصراً أساسياً في برامج التلفزيون الخارقة للطبيعة، وقد ظهرت في برامج مثل Ghost Hunters و Ghost Adventures. القسم الثامن: بيفرلي هيلز اليوم، إرث من الخوف. اليوم تقف مصحة بيفرلي هيلز كنصب تذكاري متداعي لماضيها المأساوي. المبنى هو مجرد هيكل لما كان عليه في السابق. يتقشر الطلاء، والنوافذ مغلقة، والهواء ثقيل بعبء التاريخ. على الرغم من حالتها المتداعية، لا تزال بيفرلي هيلز وجهة شهيرة لأولئك الذين ينجذبون إلى الخوارق. يقدم الملاك الحاليون جولات إرشادية، مما يتيح للزوار فرصة الاطلاع على تاريخ المبنى المرعب. خلال موسم الهالوين، تتحول بيفرلي هيلز إلى معلم جذب مسكون ضخم. يختبئ الممثلون في الظلال ليضخوا الحياة في أساطير المبنى المسكونة. تمتد طوابير الدخول لمسافة طويلة، وهي دليل على الانبهار الدائم بالرعب. القسم التاسع: الخاتمة، رعب بيفرلي هيلز الدائم. تقف مصحة بيفرلي هيلز كدليل على القوة الدائمة للخوف. إنه مكان تتشابك فيه المأساة والرعب. تجذب سمعة المبنى المسكونة الزوار من جميع أنحاء العالم. يأتون بحثاً عن لمحة من الظلام الذي يكمن داخل جدرانه. سواء كنت تؤمن بالخوارق أم لا، فلا يمكن إنكار التأثير المرعب لبيفرلي هيلز على أولئك الذين يدخلون أبوابها. إنه مكان يرفض فيه الماضي أن يبقى مدفوناً، حيث تستمر أصداء المعاناة واليأس في التردد عبر القولز. وبيفرلي هيلز هي تذكير صارخ بأن بعض الأماكن تحمل إلى الأبد علامات الأهوال التي شهدتها.